جزاك الله خيرا من خليل كريم لا يمل من النزيل، بشوش للورى طلق المحيا وعبد الضيف أثناء النزول. به خلق التواضع ليس كسبا ولكن كان طبعا في الخليل. خلائق ليس تؤخذ من تجاري وليس تباع عند ذوي البقول، ولكن من كتاب الله يؤتى ويؤتى من تعاليم الرسول. سأشكر كل معروف حباني خليلي ما حملت على الحمول، وما لي ليس أشكر كل حر كثير خيره مثل النخيل. وليس بشاكر لله من لم يجد بالشكر للشم النبيل. وقل بأن ترى رجلا كريما بهذا الدهر يرضى بالقليل. عجزت عن التواضع وهو صعب وقد حاولت جهدي للوصول. إذا اكتسب الفتى خلقا جديدا فليس يكون كخلق الأصيل، فليس يكون كخلق الأصيل. جزاك الله خيرا من خليل كريم لا يمل من النزيل، بشوش للورى طلق المحيا وعبد الضيف أثناء النزول. به خلق التواضع ليس كسبا ولكن كان طبعا في الخليل. خلائق ليس تؤخذ من تجاري وليس تباع عند ذوي البقول، ولكن من كتاب الله يؤتى ويؤتى من تعاليم الرسول. سأشكر كل معروف حباني خليلي ما حملت على الحمول، وما لي ليس أشكر كل حر كثير خيره مثل النخيل. وليس بشاكر لله من لم يجد بالشكر للشم النبيل. وقل بأن ترى رجلا كريما بهذا الدهر يرضى بالقليل. عجزت عن التواضع وهو صعب وقد حاولت جهدي للوصول. إذا اكتسب الفتى خلقا جديدا فليس يكون كخلق الأصيل، فليس يكون كخلق الأصيل. قصيدة بعنوان خليل متواضع، كتبها أخونا الشاعر أبو عمر عبد الكريم الجعمي، أداء أبي محمد نجيب الحزمي، إنتاج صوتيات الفرقان، الهندسة الصوتية والإخراج أبي محمد نجيب الحزمي.